ارقام ميسي في كأس العالم. ميسي اكثر من شارك في مباريات طوال تاريخ كأس العالم، يعني اكتر لاعب لعب ماتشات في كأس العالم هو ميسي برصيد 26 مباراة، متخطيا رقم الالماني لوثر ماتيوس. ميسي اكثر من لعب دقائق في تاريخ كأس العالم برصيد 2814 دقيقة. يعني هو ممكن يكون لعب 26 مباراة، بس ممكن واحد يتخطاه، يعني مثلا ممكن يكون واحد لعب 26 مباراة، لعب 10 دقايق، لعب ربع ساعة، لعب نص ساعة، لعب شوط. لكن هو كمان اكتر لعيب لعب ماتشات في كاس العالم 26 مباراة، واكتر لعيب لعب دقايق كان متواجد في الملعب. اعتقد هو صعب جدا انه يتغير، يعني ميسي ما بيتغيرش، قليل جدا يعني. متخطيا باولو مالديني الباك ليفت الشهير والمدافع الشهير الايطالي اللي كان لعب 2616 دقيقة. ميسي اكثر من ارتدى شارة القيادة في مباريات كاس العالم، كان كابتن الفريق برصيد 19 مباراة، متخطيا رافائيل ماركيز. ميسي اول لاعب يسجل في ادوار البطولة من دور المجموعات حتى النهائي، يعني ميسي اول لاعب في التاريخ بيسجل في ادوار البطولة، من دوري المجموعات سجل، وفي دور ال16 سجل، وفي دور ال8 سجل، وفي الدور قبل النهائي سجل، وفي الدور النهائي سجل. ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم برصيد 13 هدف. كان داخل البطولة دي كان عنده تقريبا 6 أهداف فقط في كأس العالم، في 4 كأس عالم. في البطولة دي جاب 7 أهداف، أي نعم أكترهم من ضربات جزاء، لكن تخطى رقم جابريل باتيستوتا. كان كمان مارادونا اكتر منه، كان جايب 8 تجوان، لكن هو تخطى كل الارقام دي. ميسي اكثر من فاز بجائزة رجل المباراة في كاس العالم 11 مرة، متفوقا على كريستيانو رونالدو، واول لاعب يفوز بالجائزة 5 مرات في نسخة واحدة. يعني ميسي لعب 7 ماتشات في كاس العالم، 5 منهم خد افضل لاعب في المباراة. ميسي هو اكثر من صنع اهداف في تاريخ كأس العالم، متساويا مع مارادونا في 8 تمريرات حاسمة. ميسي اكثر لاعب يساهم في الاهداف طوال التاريخ كأس العالم برصيد 21 هدف. يعني هو مش هو مثلا اللي عمل الاسيست، لا، اللي قبل الاسيست على طول. 13 هدف و8 تمريرات حاسمة، متخطيا رقم الثلاثي جيرارد مولر ورونالدو الظاهرة وميروسلاف كلوزا. طبعا ميروسلاف كلوزا ده سيبقى اللي هو اكتر لاعب جاب جوان في كاس العالم، جاب 16 هدف، وياتي من بعد رونالدو ب15 هدف. ميسي اكبر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة للارجنتين بكاس العالم. ميسي هو اكثر اللاعبين صناعة للفرص طوال تاريخ كاس العالم، متخطيا دييجو ارماندو مارادونا. ميسي هو اول لاعب يساهم في 10 اهداف خلال نسخة واحدة من كاس العالم بعد دييجو ارماندو مارادونا 86. ولكن بابي يعني عمل نفس الرقم بعد كده. ميسي هو اكثر لاعب يسجل في كل البطولات الكبرى برصيد 26 هدف، متفوقا على رونالدو الظاهرة ب25 هدف. ميسي هو اول لاعب يحصد لقب افضل لاعب في كأس العالم مرتين. هيبقى الاحتفاء بميسي اكبر، لكن انا شايف ان برضو حارس مرمى منتخب الارجنتين وحارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي له دور كبير جدا، قد يكون في نفس دور ميسي في كأس العالم، لأنه كان ليه دور مهم جدا في صعودهم على حساب هولندا، وكان ليه دور مهم جدا في الحفاظ على شباكه في مباريات الدوري المجموعات بالذات بعد ما اتغلبوا من السعودية، وكان له دور مهم جدا في نهائي كأس العالم في الصدة الشهيرة في الدقيقة 120، بل كمان أيضا في ضربات الجزاء اللي صنع الفارق لمنتخب بلاده. صوت الرياضة في مصر.